عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ تعالوا ان شاء الله نبدا حل موديل 10 في الامتحانات الاستشفائيه بتاعت الوزاره، الامتحان العاشر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هو اصلا كان امتحان سهل يعني، فان شاء الله هنخلصه بسرعه. بيقول لك if the total work done to transfer quantity charges to column، يعني بديك الكيو inside and outside the battery is 12 جول. طيب كيو وورك او كيو وورك يبقى اللي فيه بتساوي دبليو على كيو، يبقى 12 اوفر 2 تطلع 6 فولت. يبقى ده معناه ان الالكتروموتيف فورس بتاعت الباتري ب 6 فولت، ما فيهاش اي حاجه. السؤال اللي بعده بيقول لك a uniform silver wire of length L و cross sectional area A و resistivity بكذا. ماشي. if its length increased to double or cross sectional area decreased to third الريزستيفيتي. طبعا سيادتك عارف ان الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي مش بتتاثر غير بالكايند اوف ماتيريال والتمبريتشر اونلي، يبقى اذا مش هتتغير. تشويس ايه اللي بعده؟ يلا رجاله ندخل على السؤال الثالث. الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك you have to electrical resistors if you know that the first resistance is 3 times the second resistance. يعني بيقول لك ان R1 equal 3 R2. Okay, and when they connected in parallel the equivalent resistance was equal to 3 ohm. يبقى مديك ال R equivalent وهم متوصلين parallel بكام يا عبد الله؟ ب 3 ohm. طب مش انت عارف ان ال R equivalent وهم parallel قانونهم R1 by R2 على R1 plus R2؟ طيب كل طبعا equal 3. طب ما انا ممكن اشيل R1 واحط 3 R2، يبقى 3 R2 by R2 على 3 R2 plus R2 equal 3. شيفت سولف تجيب ال R2، تطلع لك ال R2 بكام يا رجاله؟ تطلع لك ال R2 ب 4 اوم. حط ال 4 اوم دي، حط ال R2 دي هنا، تطلع لك R1 3 by 4 اللي هي 12 اوم. هو بقى عايز ايه؟ So the value of the equivalent resistance when they connected in series. لما نوصلهم سيريس بقى، طب ما خلاص 4 و 12 سيريس يبقى 16 اوم، ما فيهاش حاجه. اللي بعده الراجل بيقول لك هنا ده بارت من الكتريك سيركت. if you know that the current in 12 ohm is 1.5 امبير. الكرنت اللي ماشي هنا 1.5 امبير. طبعا ده كده اي برانش. عايز الكرنت اللي ماشي في ال 8 اوم، يعني عايز الاي توتال. طب خلاص دي 6 دي 12 ودي 6. لما الريزيستنس تقل للنص الكرنت تزيد للدبل. ده 1.5 يبقى 3، يبقى ده 3 امبير، يبقى التوتال كرنت 3 1 ونص 4 ونص امبير. السؤال برضو الحمد لله سهل. هو الامتحان ده عامه رجاله سهل شويه. A current of 4 ampere passes through straight wire. If you know that the magnetic flux density at a point away from كذا from the wire is كذا. عايز الديستنس. طب خلاص ما انت عارف ان البي ايكوال اي ميو على 2 باي دي. البي بكام؟ 2 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5. الاي 4. الميو 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 على 2 باي. المسافه انت عايزها اساسا، هات المسافه يا وحش. تطلع كام؟ تعالى نحسبها. يبقى 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 ملتبلاي 4 على 2 باي، وده 2 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5. تطلع لك المسافه يا وحش 0.04 متر. تطلع المسافه 0.04 متر. هو عايزها خلاص هو عايزها بالمتر. ماشي. لو كانت بالسنتي كنت عامل ملتبلاي 100 يا رجاله. ماشي. بيقول لك two long parallel wires X and Y separated by normal distance 0.5. ماشي. An electric current passing through each wire in the same direction. نرسمها بقى. يبقى عندي وايرين والكرنتين in the same direction والمسافه بينهم 0.5 متر. ماشي. هاوز انتنستي الاكس اي والواي 3 اي، يعني ده مثلا اكس وده مثلا واي. الكرنت هنا اسمه اي وهنا اسمه 3 اي. ماشي. So the neutral point lies at عايز مكان النيوترال بوينت. النيوترال بوينت يا رجاله عشان تحلها ليها 3 صفات. اولا بي 1 ايكوال بي 2، يعني اقدر اقول اي 1 على دي 1 عشان دول وايرز ايكوال اي 2 على دي 2. ثانيا في المنطقه النيجاتيف، المنطقه النيجاتيف اللي هي جوه، ليه؟ ده داخل وده خارج. ثالثا نير ذا ويكر كارنت. خلاص يبقى نقطه هنا كده بسمي المسافه دي بس. خلاص احسب بقى. الاي 1 اسمها اي يعني بواحد والمسافه اسمها دي. الاي الثانيه 3 اي يعني 3 والمسافه دي بقى 0.5 ماينس دي. خلاص يبقى 0.5 ماينس دي. شيفت سولف تجيب الدي، تطلع لك كام المسافه؟ دي سهله 0.125 متر طبعا from wire x. يبقى 0.125 from wire x. choice A. سؤال عبيط وحلين زيه قبل كده مليون مره.
بيقول لك عندك اثنين سيلينويد X and Y have the same number of turns، يبقى الN ثابته. The length and the current of each as shown in the figure. طب انت عايز ايه بقى؟ Using the data shown so the ratio between the magnetic flux density inside solenoid X وinside solenoid Y. طب خلاص عايز البي يعني. البي بتاعت السولينويد قانون يا رجاله ميو ان اي على لينس السولينويد. هو طبعا كده كده الميو ثابته. هو قال لك سيم نمبر اوف تيرنز، فانا كاني شغال اي على ال في مثال ريشيو اي كونستنت بكتير، فانا كاني شغال اي على ال. هنا الاي على ال 1 على 1 ب 1، فالراجل ده غلبان كويل واي ده ب 1. طب واكس اي على ال 2 على 3، يبقى اذا اكس على واي اللي هي 2 على 3 على 1 ملوش لازمه، يبقى 2 على 3 وخلاص. تشويس دي سؤال عبيط برضه. اللي بعده بيقول لك the mutual force between the two very long parallel wires carrying current and effects unit length is 100 Newton per meter. بديك الميوتشوال فورس. when the normal distance between the two wires doubled. طبعا يا جماعه المسافه او الديستنس مع الميوتشوال فورس العلاقه انفرس، لان انت عارف ان الميوتشوال فورس قانونها ايه؟ ميو اي 1 اي 2 في اللينث على 2 باي دي. لما المسافه تزيد الدبل الفورس اللي هي الهاف، بس هي كانت 100 تبقى 50. سؤال عبيط برضه. طيب بيقول لك a moving coil galvanometer is connected to a suitable DC source. Which of the following correctly represents the change in both magnetic torque acting on the coil and the torsion of the two spiral springs. طبعا يا جماعه احنا قلنا النظري بتاع الجلفانو مليون مره، وقلنا during the rotation of the galvanometer اثناء عمليه الدوران التورك بتاع الكويل بالماكسيموم فاليو، بيان بالماكسيموم فاليو ثابت ومش بيتغير. التورشن او الالتواء التورشن بتاع السبرينجز بيزيد والتوتال تورك بيقل. يبقى التورك بتاع الكويل بالماكسيموم فاليو بيان وكونستنت، التورشن بتاع السبرينجز بيزيد، التوتال تورك بيقل لحد ما يساوي زيرو لما المؤشر يثبت. ولما المؤشر يثبت at certain reading بيبقى التورك قد التورشن. خلصانه. غير كده طبعا التورك دايما اكبر. بس يبقى اذا التورك كونستنت بالماكسيموم فاليو يبقى دي او دي، والتورشن بينكريز الالتواء بيزيد، يبقى تشويس يا رجاله. ماشي. اللي بعده بيقول لك galvanometer whose coil resistance معاك الار جي. what is the shunt resistance that should be connected with the galvanometer to reduce its sensitivity to third. خلاص الار جي equal n minus 1. اوعى تنسى بس البراكت في الار اس. الار جي ب 30، طبعا الان هي مقلوب السنسيتيفيتي، فقال لك السنسيتيفيتي 30 يبقى الان ب 3 3 minus 1 في الار اس طبعا تطلع 15 ما فيهاش حاجه. السؤال اللي بعده بيقول لك in the Faraday electromagnetic induction experiment shown in the diagram which of the following actions increase the induced EMF. عايزين في induced دي يا رجاله. generated across the coil at the moment of moving the magnet as shown in the figure. طيب عايز الام في induced تزيد. طيب اول حاجه replacing the coil with another of lower number of turns. طبعا لا، لان الاي اف قانونها ان طبعا اف induced ده ان دلتا فاي على دلتا تي، فلما تقلل ان الاف induced تقل. غلط، انا عايزها تزيد. increasing the speed طبعا لان لما السرعه تزيد التايم يقل، ولما التايم يقل الاف induced تزيد، يبقى دي صح. replacing the coil with another that has larger cross section area. ليه؟ لان الفاي دي بتفك اي بي، فلما الاريا تزيد الاف induced برضه تزيد. صح. طب افرض انا زودت تشويس وقلت لك when replacing the coil with another one of higher conductivity، كنت تختارها؟ لا. ليه؟ لان لما الكوندكتيفيتي تزيد، تقريبا قلنا في الامتحان الثامن او التاسع، لان لما الكوندكتيفيتي تزيد الانديوزد كارنت يزيد، لكن اف انديوزد ثابته. ماشي. يبقى اذا 2 و 3. فين بقى 2 و 3؟ تشويس بي. ماشي. اللي بعده الراجل بيقول لك the diagram shows a straight metal wire of length L moving at speed V to the right في magnetic field زي ما انت شايف. which of the following would increase the EMF induced. عايز EMF induced يزيد في الواير. ماشي. ال EMF induced في الستريت واير الرجاله قانونها ايه؟ بلف طبعا ساين ثيتا. اوعى تنسى الانجل دي، الثيتا دي الانجل ما بين البي والفيلوسيتي، طبعا هي الانجل ما بين البي والفيلوسيتي 90، فمالهاش لازمه. طب تعال نشوف ايه اللي يزود EMF induced. replace the wire with another of same length but thinner يعني رفعته، المهم انه سيم لينث، فاللينث ثابت يبقى الانفينيتي ثابت. لا. moving the wire with the same speed to the left، لا انت كده عكست الدايركشن بتاع الانفينيتي بس.
عكست دايركشن انديوسد كارنت. replace the resistor with a resistance R over 2، اقلل الريزيستنس ولا moving the wire with speed 2v. طبعا يا جماعه عشان الام انفينيتي تزيد لازم السرعه تزيد عشان بلفه اهي، يبقى اذا تشويس دي. خلي بالك التشويس الثالث replace the resistance with resistor R over 2 كان ممكن تختاره، طبعا ده غلط. ليه؟ لان لما الريزيستنس تقل الانديوزد كارنت يزيد، الاي انديوزد هي اللي تزيد وليس الانديوزد ام اف. اوكي؟ ليه؟ تاني يا جماعه قلنا ان الانديوزد ام اف الام اف تؤثر على الاي، لكن الاي ما بتاثرش على الام اف انديوزد. يعني لو الام اف انديوزد زادت، اكيد الانديوزد كارنت زاد. لكن لو الانديوزد كارنت زاد هل ده معناه ان الام اف انديوزد زادت؟ لا طبعا ليس بالضروره. اوكي يا رجاله؟ ماشي. لان هنا الاي زاد، يعني لو انت عايز تفهمها بس ثواني. ليه؟ لان الام اف انديوزد ايكوال اي ار، اي انديوزد في ار، صح؟ انا بقول لك ان الاي زادت عشان الار قلت، واحنا قلنا يا جماعه من شابتر 1 عشان يبقى في اي حاجتين في الدنيا دايركت او انفرس مع بعض باقي القانون يبقى ايه؟ يبقى كونستانت. فلما الار تقل الاي تزيد، بس الام اف انديوزد ثابته عشان الاصل مش في القانون. ماشي. اللي بعده بيقول لك in the shown figure at the moment of moving the magnet toward the coil the elimination of the lamp. طب خلاص هات الاتجاه الكرنتين. والله الكرنت بتاع الباتري دي ماشي طالع لفوق عادي جدا. تعال نجيب الانديوزد كرنت. الماجنت بيقرب عايز يبعد، يعمل له ريبرشن، تبقى دي اس ودي ان، وش دي من على الصفحه ده الان يبقى اي لفوق. طبعا الاضاءه كده ايه كرنتات مع بعض، فالاضاءه هتنكريز مومنترلي. ماشي. اللي بعده بيقول لك in the figure shown at the moment of coil ABCD rotates clockwise. بيلف clockwise يا رجاله يعني مع الساعه. يعني ايه؟ بيلف كده clockwise. ها ماشي. The instantaneous induced EMF. طبعا طالما induced EMF يبقى الكلام على دينامو، لان خلي بالك الكويل بالمنظر ده له احتمالين، لا اما يبقى دينامو لا اما يبقى موتور، صح؟ والراجل بيقول لك في induced current او induced EMF، يبقى ده كده دينامو يبقى فليمنج رايت هاند رول في بي اي. طبعا الانديوزد كارنت او في بي اي فليمنج رايت هاند رول، في بي اي فليمنج رايت هاند رول، بستخدمها في مكانين اتنين بس يا رجاله، انديوزد كارنت في ستريت واير وفي دينامو. طب خلاص الراجل اللي بيلف كلوك وايز يعني مع الساعه، يعني كده يعني السايد ده بيطلع والسايد ده بيدخل، خلاص العب على السايد ده، عايز تلعب تاني براحتك. في بي اي، البي من الان للاس اهي، والسايد ده بيطلع لبره يعني الفي اهي، يبقى الاي كده، يبقى الاي ماشيه في هذا الاتجاه وبتلف بس خلاص. طب يا عبد الله لو انا لعبت على السايد اللي هناك لازم يطلع نفس الدايركشن. ليه؟ البي من الان للاس، بس السايد ده بيدخل، مش الراجل اللي بيلف كلوك وايز، يبقى السايد ده بيدخل، يبقى الفي جوه الصفحه، فالاي برضه تبقى لتحت وبرضه بتلف في نفس الاتجاه. خلاص هو بدل لك كل الاجابات من بي، يبقى هو بيمشي ايه؟ بي سي دي اي، بي سي دي اي تشويس بي، عشان هو كاتب بدل لي كل التشويسز من حرف البي. اوكي. اللي بعده which of the following actions doesn't reduce the eddy current. مين اللي بقلش ايدي كارنت؟ هو الايدي كارنت كنا بنقول له كام حاجه؟ بثلاث حاجات يا رجاله. لا اما ازود الريزستيفيتي بتاعت الكور بتاعت الحديده مش بتاعت الكويل، ازود الريزستيفيتي الكور نفسه. لا اما اقلل الفريكونسي بتاع الدينامو، لان طبعا انت عارف ان الايدي كارنت انفرس مع الريزستيفيتي اوف كور ودايركت مع الفريكونسي بتاع الدينامو. فلا اما ازود الريزستيفيتي عشان الايدي كارنت يقل، او اقلل الفريكونسي عشان الايدي كارنت يقل، او ديفايدنج الايرن كور تو 10 انسوليتد شيتس باراليل تو ذا ماجنتيك فيلد او بربنديكولار على الكويل. خلصانه. دول الحاجات اللي قللوه. طيب ميكينج ذا ميتال كور اوف انسوليتد شيتس، طبعا لا ده كده هتقلله. ميك ذا ميتال كور اوف هايلي كوندكتيفيتي، لما تزود الكوندكتيفيتي الايدي كارنت يزيد اهو، يعني مش هيقل، يبقى هي دي الاجابه. لان لور فريكونسي هتقلل الايدي كارنت، وانك برضه تقطعه هتقلل برضه الايدي كارنت. ماشي. A step down transformer النمبر اوف تيرنز بتاع البرايمري 5000 والسكندري 250، والفولتج بتاع البرايمري 240، عايز الفولتج بتاع السكندري تعويض مباشر، يعني في برايمري على في سكندري ايكوال ان برايمري على ان سكندري. اللي في برايمري ب 240، اللي في سكندري عايزه الان برايمري 5000 والان سكندري 250. كروس مالتيبليكيشن يلا، 240 ملتبلاي 250 على 5000 تطلع لك 12 فولت. سؤال عبيط. اللي بعده هو الامتحان عامه الحمد لله لحد ما مستوى سهل يعني. Which of the following isn't a characteristic of non-ideal step up transformer؟ طيب مين اللي مش
خلي بالك هو لسه صفاتين دلوقتي، نون ايديال يعني الافشنسي مش 100%، والستيب اب يعني الفولتج بيزيد. ماشي. بيقول لك the potential difference between the terminals of the secondary coil greater البرايمري، لا طبعا دي بتحدده لانه ستيب اب. طب الكارنت بتاع السكندري قل؟ لان الستيب اب بيزود الان والفي لكن بيقلل الاي، يبقى الاثنين دول ايه؟ فعلا في متحققين في النون ايديال ستيب اب. ذا باور اوف برايمري جريتر السكندري، يا ترى باور البرايمري جريتر السكندري؟ ليه؟ لان ده نون ايديال. لو كان ايديال كان باور برايمري قد باور سكندري، لكن النون ايديال في باور لوست، يبقى لازم باور برايمري يكون اكبر من باور سكندري. فدي كمان صح، يبقى اكيد الاجابه الاخيره هي اللي ايه بتاعتنا، اللي هي isn't characterized، اللي هي ايه بقى؟ the frequency of primary is less than frequency secondary. طبعا يا جماعه ايا كان نوع الترانسفورمر ستيب اب او ستيب داون، ايديال او نون ايديال، لازم فريكونسي البرايمري يبقى هو نفس فريكونسي السكندري، اوعى تنسى. قشطه. اللي بعده if the reading of hot wire ammeter at connecting AC source كذا. طبعا انت عارف ان الهوت واير اميتر ده يا رجاله بيقيس الافكتيف، يعني ده كده الافكتيف. طب خلاص هو عايز الماكسيموم، انت عارف بقى ان الاي افكتيف ايكوال اي ماكسيموم ساين 45. الاي افكتيف 4 روت 2 ايكوال اي ماكسيموم ساين 45. هات لي يا باشا الاي ماكسيموم تطلع ايه؟ 8. ماشي. بيقول لك the electromagnetic waves generated by the oscillating circuit decay gradually due to الاوسيليتنج سيركت يا رجاله. الفريكونسي بتاعتها بتقل ليه؟ بسبب الريزيستنس. بس ليه؟ لان اصلا الاوسيليتنج سيركت دي يا رجاله ات ريزونانس. يعني ايه ات ريزونانس يا رجاله؟ يعني الاكس ال قد الاكس سي، فكده كده الاكس ال والاكس سي بيلغوا بعض، فاللي بيلعب الار، فاكيد الديكي بسبب الريزيستنس، يعني بسبب الاوميك ريزيستنس. اوكي. وطبعا الامبيدنس هي الايه؟ الار، يعني بسبب الريزيستنس. ماشي. الريزونانس سيركت بروديوس كارنت الفريكونسي بتاعه اسمه اف. if both capacitance and inductance increased 4 times الفريكونسي يحصل له ايه؟ بص الفريكونسي بتاع الريزونانس قانونه 1 على 2 باي روت ال سي. حصل هو قال لك ان السي زادت 4 مرات والال زادت 4 مرات، 4 باي 4 16، بس تحت الروت 16 4، يبقى اذا بقت الفريكونسي 1 على 4 بس. شكرا جزيلا. اف على 4. شكرا جزيلا بس. بيقول لك a photon of energy 4E falls on metal surface of work function E. الورك فانكشن اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ماشي. which of the following اينشتاين ده ايه الهبل ده؟ مش انت عارف يا زميلي ان الكاينيتيك انرجي بتاعت الالكترون بتساوي اي فوتون ماينس اي ورك؟ حصل. يعني 4 اي ماينس اي 3 اي، بس خلي بالك هو قال لك فوتون، يبقى فوتون واحد بس هيخرج ان الكترون واحد بس طاقته 3 اي، يبقى الكترون واحد وطاقته 3 اي، يبقى تشويس اي. بص 1 الكترون طاقته 3 اي. حلو الكلام، لان عدد الفوتونز يؤثر على عدد الالكترونز، وطاقه الفوتونز تؤثر على طاقه الالكترونز. اوعى تنسى العدد يعتمد على العدد والطاقه تعتمد على الطاقه. اوعى تنسى الشرح ده. which of the following photons has greatest energy؟ احنا هنجرب بقى. ليه؟ يلا هات الانرجي الاولانيه اتش سي على لامدا. هات بقى الاله يلا اتش اهي ملتبلاي سي 3 ملتبلاي 10 باور 8 وعلى الويف لينث اللي هو 4 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 بكام ده؟ 4.96 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 19 جول. الثاني طبعا طاقه الفوتون هنا معاك الفريكونسي يبقى اتش نيو. ماشي. الاتش يلا ادي الاتش ملتبلاي الفريكونسي بكام بقى؟ 10 باور 50 طلعت لك 6.62 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 19. الانرجي اللي بعدها مديني المومنتوم، قانون الانرجي اللي فيه المومنتوم بي ال ملتبلاي سي. في ناس كتير بتنسى الرول ده يا رجاله. يبقى اذا البي ال 3.3125 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 27 ملتبلاي سي 3 ملتبلاي 10 باور 8 طلعت لك 9.9375 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 19. اللي بعدها الماس بكذا، طبعا اينشتاين ايكويشن اللي هي الابلكيشن بتاعت الاتوميك بوم ام سي سكوير. الماس 2.208 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 35 ملتبلاي السي بس سكوير 3 ملتبلاي 10 باور 8. اوعى تنسوا يا رجاله الناس وهي بتعوض هنا هتكتب الماس ودي تكتبوا 3 ملتبلاي 10 باور 8 بتوين براكتس وبعدين سكوير، عشان بس ايه الناس بتغلط غلطات عبيطه كده ومش عايزينها.
طلعت لك 1.98 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 18. طبعا نيجاتيف 18 اكبر حاجه. تشويس دي يا رجاله. ماشي. اللي بعده بيقول لك for an object with temperature T the wavelength lambda when the temperature increased by 3T زادت ب 3T مش كانت T زادت ب 3T يعني بقت 4T يبقى التمبريتشر زادت 4 مرات. يبقى لو فالنسي الا 4 مرات يبقى لامدا اوفر 4. طبعا فينز لو التمبريتشر انفرس مع الويف لينث. تاني هي زادت ب 3 تي كانت تي زادت ب 3 تي يعني بقت 4 تي يبقى التمبريتشر زاد 4 مرات يبقى الويف لينث الا 4 مرات. ماشي. خلي بالك من انكريزد تو وانكريزد باي عشان مهمين جدا. بيقول لك in the hydrogen atom the wavelength of the standing wave that is associated the movement of the electron is determined by the relation كذا. معاك الويف لينث. عايز الالكترون في انهي ليفل؟ طب خلاص هو قانون عبيط اصلا. ان لامدا ايكوال 2 باي ار ان ملتبلاي الويف لينث هاف باي ار ايكوال 2 باي ار. طير باي مع باي ار مع ار وادي 2 هنا بالملتبلاي 2 باي 2 كام؟ 4. السؤال اللي بعده بيقول لك in College tube at the same conditions to obtain characteristic X-ray with shortest wavelength the anode should be خلي بالك هو دلوقتي بيقول لك بيسالك على الكاركترستيك اكس راي يعني اللاين اكس راي. ما انت عارف اللاين اكس راي ليه اسامي كاركترستيك اللي اسمه لاين وكاركترستيك وهارد سبيكتروم. اللاين اكس راي يا رجاله كان ايه الفاكتورز اللي بتاثر عليه؟ الاتوميك نمبر اوف تارجت ماتيريال. طب الكونتينوس اكس راي كانت ايه الفاكتورز اللي بتاثر عليه؟ البوتنشال ديفرنس بين الفيلمنت والتارجت. طيب فالمهم تو obtain characteristic اكس راي عشان نحقق characteristic اكس راي with shortest wavelengths عايزين اقل ويف لينث. الويف لينث ده العائق. طالما اقل ويف لينث يبقى اعلى اتوميك نمبر. فين اعلى اتوميك نمبر يا رجاله؟ يبقى اذا تشويس دي. اللي بعده The diagram shows an excited atom that hasn't reached the lifetime of the end of its lifetime. يعني الاتوم ما وصلتش لللايف تايم الاخير يعني ما خلصتش اللايف تايم بتاعتها. يعني لو خلصت اللايف تايم بتاعتها هتنزل وتطلع سبونتينيوس ايميشن لكنها ما خلصتش اللايف تايم. Which of the following correctly represents the stimulated emission؟ عايز the photon energy طاقة الفوتون. طبعا في الستيميوليتد emission لازم الفوتون اللي يروح يخبط تكون طاقته بتساوي الديفرنس between two energy levels energy higher level minus energy lower level يعني E2 minus E1 ده مبدئيا. يبقى دي او دي. طيب the number of emitted photons ما هو في فوتون راح يخبط اللي هو ده وخبطه ونزله فبقى عندك كام فوتون؟ 2 اللي راح يخبط واللي خرج نتيجه الريلاكسيشن يبقى عندك 2 فوتونز يبقى تشويس بي. طب لو كان سالك نمبر اوف انسيدنت فوتونز كنت تقول له 1 فتخلي بالك هو عايز ايه؟ نمبر اوف ايميتد فوتونز اللي طلعت. ماشي. اللي بعده يا رجاله بيقول لك هيليوم نيون ليزر بيم was used to obtain hologram ومدي لك الباث ديفرنس. السؤال ده بيجي في كل امتحان يعني. هو عايز ايه؟ قانون عبيط باث ديفرنس على الفيز ديفرنس ايكوال لامدا على 2 باي. الباث هو مديلك ب 3 لامدا على الفيز اللي انت عايزه اساسا ايكوال لامدا على 2 باي دي ريشيو ثابته. طير لامدا مع لامدا وطب اكتب مكان دي 1 يبقى الفيز 6 باي. اللي بعده هنا هيليوم نيون ليزر which of the following are considered steps in the production of laser. طيب في الهيليوم نيون ايه الستبس؟ الهيليوم atoms are excited by الهيليوم بيحصل له اكسيتيشن من الانرجي سورس من الالكتريكال انرجي سورس من الكهرباء يبقى من الهاي دي سي فولتج. حلو الكلام ده او ده. النيون اكسايتد باي ان النيون بيحصل له اكسيتيشن ليه؟ لان مين بيخبطوا؟ الاكسايتد هيليوم اتومز. يبقى الاكسايتد هيليوم اتومز تخبط في النيون فتعمل لها اكسيتيشن يبقى colliding with excited helium atoms يبقى تشويس بي. ماشي. اللي بعده the binary number of 57. طبعا يا جماعه انت عارف ال 57 دي بتعمل ازاي؟ بالباينري على الاله صح؟ مود الاله اللي هي بتاعتك اللي زي دي مود بيز يعني 4 الناس اللي معاها الاله البيضاء بتدوس مود 3 هو بيبقى كاتب لك كلمه ديسمال دخل 57 بعدين دوس ايكوال اوعى تنسى تدوس ايكوال وبعدين دوس على زرار لوج تطلع لك 111011 لا استنى 111001 يبقى انهي واحده؟ صح كده انا قلت صح؟ يبقى تشويس ايه. ماشي. في مشكله يا رجاله؟ وطبعا الستبس يا رجاله مكتوب عندك في الملزمه. اللي بعده
الستبس اللي على الاله. بيقول لك the figure shows a diode ماشي. بيقول لك which of the following is correct the thickness of the diode والresistance. طيب يا جماعه الكرنت بيطلع من الباتري كده، فالكرنت ماشي مع السهم بتاع الدايود فهيعدي. يبقى مبدئيا الديبريشن ريجن قليله والريزستنس قليله، يبقى اذا ديكريز وسمول. تشويس ايه اللي بعده؟ بصوا بقى يا رجاله صلي على السؤال ده. الحقيقه سؤال خارج المنهج شويتين بس هقوله لك ليه؟ لان انت عارف ان في الترانسفورمر او سوري في الترانزستور انت متعود واللي عليك في المنهج ان الترانزستور يكون كومن اميتر، يعني الاميتر هو اللي يطلع منه 2 باتريز. هنا الراجل مطلع لك من البيز 2 باتريز، لان هنا الراجل منيم لك الترانزستور، فده اميتر فدي اميتر وده بيز وده كولكتور. حلو استنى عشان المايك يتحرك. ماشي، اميتر بيز كولكتور. هنا البيز طالع منه 2 باتريز فدي اسمها كومن بيز، ودي مش عليك في المنهج ولكن هقولها لك. بصوا يا رجاله، لو الترانزستور كومن بيز بيعمل حاجه ثابته، ايه هي؟ هو بيعمل امبليفاي لمين ومش بيعمل امبليفاي لمين؟ التشويس بي. هو بيامبليفاي الفولتج والباور ولكنه مش بيامبليفاي الكرنت. يبقى تاني معلش بقى دي ايه؟ احفظها معايا كده. لو عندك الترانزستور كومن بيز، هي الحقيقه خارج المنهج زي ما قلت لك. لو الترانزستور كومن بيز فالترانزستور بيعمل امبليفاي لمين؟ للفولتج وللباور، وكانت امبليفاي مش بيكبر الكرنت. خلاص اللي هي تشويس بي. خلصانه؟ ماشي، هي حاجه خارج السياق بس تمام اديك عرفتها. بيقول لك when the temperature of copper and pure silicon raised. طبعا يا جماعه في الكبر يعني في الكوندكتورز، ركز معايا الله يرضى عليك، في الكوندكتورز التمبريتشر انفرس مع الكوندكتيفيتي. في الكوندكتورز التمبريتشر انفرس مع مين؟ مع الكوندكتيفيتي. لكن في السيمي كوندكتورز التمبريتشر دايركت مع الكوندكتيفيتي. فهنا الراجل بيقول لك التمبريتشر ايه؟ زادت. فالريزستيفيتي بقى لما طبعا الكوندكتيفيتي عكس الريزستيفيتي، يبقى اذا التمبريتشر في الكوندكتورز انفرس مع الكوندكتيفيتي يعني دايركت مع الريزستيفيتي. يبقى اذا لما التمبريتشر تزيد الريزستيفيتي بتاعت الكبر تزيد، ولكن الريزستيفيتي بتاعت السيمي كوندكتور تقل، يبقى انكريز ديكريز. اللي بعده يا رجاله الراجل بيقول لك يا ترى what happens to the reading of ammeter and voltmeter when the key opened. طيب احنا هنجاوب على السؤال ده وهنحرف بقى السؤال شويه. احط لك مره الاميتر هنا، احط لك مره الاميتر هنا، هنحور يعني. when the key opened. طيب الاميتر بتاع سيادتك والفولتميتر اهو. تعال نجيب الفولتميتر الاول. طبعا الفولتميتر حوالين باتري قانونه في بي ماينس اي ار الصغير. حلو الكلام. حاجات الباتري ثابته. لما انا افتح الكي انا لغيت الباراليل، فلما الغي الباراليل كان الار توتال بتزيد فالاي توتال بتقل. لما الغي الباراليل كان الار توتال بتزيد فالاي توتال بتقل. تقل معمول لها ماينس فالناتج يا رجاله يزيد، يبقى الفولتميتر بيزيد. طيب بالنسبه للاميتر بقى، الاميتر ده يا رجاله بيقيس اي توتال ولا اي برانش؟ والله الكرنت ماشي يجي يحصل له ايه؟ يتقسم فهيقيس اي برانش. حلو. الاي برانش بتساوي في برانش على ار برانش. الفولتج اللي رايح للبرانش هو الفي اكسترنال اللي هو ايه؟ بيزيد. بس خلي بالك ان انا لما اشيل ده ريزيستنس البرانش بتزيد. مين بيمشي كلامه؟ الار. فلما الار تزيد الاي ايه؟ تقل، فالاي برانش تقل. طيب افرض انا بقى حطيت لك اميتر هنا. الاميتر ده بيقيس ايه يا عبد الله؟ والله الاميتر ده بيقيس اي توتال فخلاص هيقل هيديكريز. طب افرض انا حطيت لك اميتر هنا. طب ده برضو اي برانش يبقى في برانش على ار برانش. حلو. طيب الفي برانش هي الفولتميتر عشان باراليل فالفي برانش بتزيد، لكن الار برانش ايه؟ ثابته، يبقى الاي بتاعت البرانش ده ايه؟ هتزيد. ماشي. اسئله حلوه يعني وافكار جميله. هو كان عايز ايه بقى اساسا؟ هو كان عايز الاميتر والفولتميتر بالترتيب. يبقى الاميتر احنا جبنا الاميتر بايه؟ بيقل، يبقى الاميتر بيقل والفولتميتر بيزيد، يبقى ديكريز انكريز. الاميتر بيقل والفولتميتر بيزيد. تشويس ايه يا رجاله؟ ماشي. اللي بعده بيقول لك كاباستور الكاباستنس بتاعته ب 20 مايكرو فاراد والسيلف اندكشن ب 0.2 والريزستنس ب 100 والفولتج بتاعته الفي توتال ب 200.
والفريكونسي ب 50. عايز الباور. اوعى تنسى يا جماعه في شابتر 4 ان الباور ايكوال اي سكوير ار، لان ولا الاكس ال ولا الاكس سي ولا الكويل ولا الكاباستور بيضيعوا باور، يبقى الباور اي سكوير ار. طب انا معايا الار ب 100، معايا الاي لا لازم اجيب الاي. يلا طب الاي في على زد، معاك الفي معاك الزد لا. تعالى بقى نجيب الاكس ال والاكس سي والزد. يلا الاكس ال 2 باي اف ال، يعني 2 باي الفريكونسي ب 50 والسيلف اندكشن ب 0.2 صح؟ هنحسب دلوقتي على الاله. هات الاكس سي 1 على 2 باي اف سي، يعني 1 على 2 باي الفريكونسي ب 50 والسي بكام يا ابني؟ السي ب 20 مايكرو، 2 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6. تعالى نحسب يلا الاكس سي والاكس ال وبعدين نحسب الزد. يلا 2 باي الفريكونسي ب 50 ملتبلاي 0.2 طلعت لك 20 باي، طبعا اوم ها اليونت. طيب الاكس سي 1 على 2 باي في 50 في 20 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6 طلعت لك 159.155 اوم. هات بقى الزد يا وحش. الزد روت ار سكوير بلس اكس ال ماينس اكس سي براكت اول سكوير تطلع لك، يبقى روت 100 سكوير بلس الاكس ال اللي هي 20 باي ماينس الاكس سي اول سكوير طلعت لك 138.85 اوم. حط بقى الكلام ده فوق. الاي بتساوي في على زد، الفي 200 على الزد اللي انت لسه جايبها 138.58، يبقى تطلع 200 اوفر انسر طلعت 1.44 امبير. جبت الاي هات بقى الباور. الباور بيساوي ايه؟ زي ما اتفقنا اي سكوير ار، يبقى 1.44 سكوير والار ب 100 تطلع كام؟ يبقى سكوير ملتبلاي 100 طلعت لك 207 بالظبط وات. اوكي السؤال اللي بعده هو ستيبس كتير بس سهل يعني يا رجاله. بيقول لك a variable capacitor when it is connected with AC source الفريكونسي F الكاباسيتيف رياكتنس 1000 مديك الاكس سي. if both capacitance of capacitor and the frequency doubled. طبعا الاكس سي يا رجاله قانونها ايه؟ 1 على 2 باي اف سي. طيب السي زاد للدبل والفريكونسي زاد للدبل، يبقى كل ده كده زاد 4 مرات، يبقى لازم الاكس سي تقل 4 مرات. تقل 4 مرات اعمل 1000 على 4 1000 على 4 تطلع 250. طبعا سؤال عبيط ما فيهوش حاجه. بيقول لك a solenoid of electric current I واللينث L والاريا A والنمبر اوف turns N. if the coil turns are displaced away for each other so its length بقى 3L add constant other variables الباقي ثابت. خلي بالك من الجمله دي بس. so المagnetic flux density يحصل له ايه؟ decreases to كام؟ طبعا البي بتساوي ايه بتاعت السولينويد؟ ميو ان اي على لينث السولينويد. هو قال لك اللينث زاد 3 مرات بس الباقي ثابت، خلاص يبقى البي تقل 3 مرات يبقى 1 over 3. ماشي اللي بعده. بيقول لك a voltmeter has a resistance 800 ohm and maximum potential difference 4 volt. The value of multiplier resistance required to be connected to increase the range of measured potential difference to 10 times equal. طيب خلي بالك ان الراجل هنا قال لك ايه؟ الراجل هنا قال لك ان انا احط مع الفولتميتر مالتبلاير. طالما انا هوصل مالتبلاير يبقى اللي فات ده كان جلفانو. هتقول لي ازاي يا عبد الله؟ مش هو كان فولتميتر اساسا؟ ما احنا قلنا بقى يا جماعه هو فولتميتر بيقيس رقم معين. حلو، انا عايزه يقيس اكتر فهوصل له مالتبلاير ثانيه. خلاص طالما انا احط مالتبلاير جديده يبقى اللي فات ده كانه جيفن جلفانو عشان اعرف احل. خلاص يبقى انت معاك الار جي والفي جي. خلاص هات الار ام بقى. خلاص برضه ممكن تتجيب ب 500,000 طريقه. ليه؟ شغل بقى دماغك. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا النبي كما صلى الله عليه وسلم واحد لا اله الا الله. هو عايز الفولتج يزيد 10 مرات. انكريز تو 10 تايمز. هو كان 4 زودوا 10 تايمز بقى 40 بس. خلاص يبقى الماكسيمم فولتج ب 40. خلي بالك في فرق انكريز تو انكريز باي. هو لو قال لك انكريز باي 10 تايمز زاد ب 10 مرات، يعني زاد 10 مرات اللي هي 40 يبقى زاد ب 40 وهو كان 4 يبقى 44. خلي بالك لو قال لك انكريزد باي 10 تايمز زاد ب 10 مرات، 10 مرات من الاربعه 10 مرات من الاربعه يعني 40 زاد ب 40 وهو 4 يبقى ب 44. لكن قال لك انكريزد تو 10 تايمز بقى ب 40. خلاص معاك الفي ماكسيمم معاك كل حاجه يعني. هات الار ام. طبعا يا جماعه الار ام بتساوي ايه؟ ممكن تجيب 500,000 طريقه بقى يعني براحتك. الار ام بتساوي في ماكس ماينس في جي
على اي جي. الفي ماكس قلنا خلاص 40، خلاص فهمنا بقى، والفي جي ب4، والاي جي طبعا مش معايا الاي جي، هاتها الاي جي في جي على ار جي، يعني 4 على 800 تطلع 4 على 800 تطلع 4 على 800 يا عم كام يا عم، خلص بقى 1 اوفر 200 تبقى 1 اوفر 200، كل ده يطلع 7200 اوم اللي هي 7.2 كيلو اوم. ماشي، كلام جميل، كلام جميل. اللي بعده بيقول لك السؤال ده حلو قوي، بيقول لك the shown في graph represents the relation between the maximum range of measurement for 2 ammeters I and the reciprocal of the shunt resistance that is connected to the galvanometer resistance for each. The ratio between the resistance of the galvan. طب خلاص، هنا بقى الراجل مجبر، انت مجبر انك تشتغل بالاسلوب وبالرموز. بالراحه بقى عشان الناس اللي بتحب تشتغل بالارقام وخلاص، بالراحه ما ينفعش هنا. طيب نقطه التقاطع دي مين يا رجاله؟ نقطه التقاطع اي جراف مش بادئ من الزيرو فالتقاطعات جيفن في غايه الاهميه. والله التقاطع ده عنده الار اس لسه بزيرو، يبقى الاي هي الاي جي، ما حطيتش ار شنط يبقى الاي اي جي. ماشي. طب الاسلوب ممكن تجيبه بدماغك، تقول لي عبد الله الاسلوب اللي واقف على النايم، يعني اي على 1 على ار اس، يعني اي في ار، ده الفي، ده فولتج اوف شنط ولا فولتج اوف جالفانو ولا الفي توتال ولا كله زي بعضه؟ كله زي بعضه عشان هم بارل اساسا، صح؟ حلو الكلام. فخلاص ممكن تجيب لي الاسلوب بطريقه ثانيه، تقول لي بص يا عم عبد الله، اي جي ار جي ايكوال اي توتال طبعا ماينس اي جي ملتبلاي ار اس من براكتس بس. ماشي. عشان اجيب الاسلوب لازم اخلي الواي اكسس لوحده عشان احقق الريليشن دي، الواي ايكوال ام اكس بلس سي، فانا لازم اخلي الواي اكسس لوحده اللي هي الاي. خلاص اودي الار اس بالديفايد، يبقى اعمل كده اي جي ار جي على ار اس، واودي الاي جي بالبلس بلس اي جي، كل ده ايكوال اي. كده انا خلصت برضه، جبت الاسلوب. ليه؟ ما هو ده الواي اكسس. ماشي. مين الاكس اكسس؟ 1 على ار اس اللي هي الار اس اللي تحت دي الاكس اكسس. مين بقى الرقم اللي لوحده اللي سولتي مولتي مش جنب الحد عشان يبقى ده السي اهو، يبقى الانترسبتد بارت هي السي اهي. والكوفيشنت اوف اكس اكسس هو السلوب، يبقى مين اللي هي السلوب؟ اي جي ار جي اللي هي الفي جي، فبرضه تمام. يبقى الاسلوب في جميع الاحوال هو الفي جي. طب ما الاسلوب اللي هو الفي جي ده بيساوي تان ثيتا. يبقى اقدر اقول ان الفي جي ايكوال تان ثيتا. طب مش الفي جي دي ممكن يتفك اي جي ار جي؟ حصل اي جي في ار جي. طب ما هو خلي بالك بقى ان الكرنت اوف جالفانو بتاع الاثنين متساوي، نفس نقطه التقاطع، يبقى الاي جي ثابته في مسائل الريشيو اي كونستنت بيطير، يبقى كان الار جي ايكوال تان ثيتا. خلصانه. يبقى ار جي 1 على ار جي 2 تان ثيتا 1 على تان ثيتا 2. سؤال جميل الحقيقه عشان لعب لك بكذا فكره. بتساوي تان ثيتا 1 طبعا يا رجاله لازم تحسب من الاكس اكسس اللي هي كلها كده 60 على تان ثيتا 2 اللي هي دي الصغنططه دي اللي هي 30، فتطلع 3 اوفر 1. فالحقيقه ان السؤال حلو جدا وفكرته جميله جدا. تشويس دي. اوكي. يلا يا اسطى اطلع. اللي بعده بيقول لك an inductor connected to battery internal whose internal resistance is neglected. ماشي. and its electromotive force كذا. if the self induction coefficient 0.3 so the rate of growth. ده تعويض مباشر. استنى كده. the rate of growth of at the moment of closing the circuit. واحنا قلنا يا جماعه قبل كده at the moment of closing the key بتكون الEMF induced بالماكسيمم فاليو قد الباتري. تاني at the moment of closing the key بتكون الEMF induced بتاعت السيلف اندكشن اولا نوعها باكورد، ثانيا بتساوي الفولتج بتاع الباتري وبتكون بالماكسيمم فاليو. تاني الجمله دي اكدنا عليها مليون مره قبل كده وبنأكد عليها تاني. at the moment of closing the key بتكون الEMF induced بسبب السيلف اندكشن باكورد induced MF of self induction وبتكون بالماكسيمم فاليو قد الباتري. حلو. هنحل سؤالنا وبعدين اكمل لك الشرح، ولا اكمل لك الشرح الاول افكرك وبعدين مع مرور الوقت بتبتدي الاف انديوز دي تقل وكرنت الباتري ايه يزيد. فلو كان قال لك the rate of growth of current at the moment مثلا of reaching 40% of the maximum value of the current، الكرنت بتاع الباتري وصل ل 40%،
ما هو مع مرور الوقت اللي في الجزء بتقل والكرنت بتاع الباتري ايه؟ بيزيد. فانا بقول لك ان كرنت الباتري وصل ل 40%، يبقى الباكورد اللي بيضايقه بتاع السيلف اندكشن بكام؟ ب 60% من الباتري. فكنت هتحط الاي في انديوز هنا بدل ما هي في بي كنت هتحط 60%، يعني 60 على 100 من الفي بي. فاكرين الافكار دي؟ لازم تفتكر. ماشي. المهم كمل. يبقى الاي في انديوز بتساوي الفي بي. عوض بقى الاي في انديوز اصلا قانونها ايه؟ ال دلتا اي على دلتا تي. هو عايز دلتا اي على دلتا تي اساسا. ماشي. الاي في انديوز بكام يا وحش؟ اللي هي قد الباتري اللي هي ب 60 وخلاص. السيلف اندكشن ب 0.3. هات لي دلتا اي على دلتا تي بعد اذنك. يبقى دلتا اي على دلتا تي بكام؟ ب 200. ماشي. بيقول لك in the shown electric circuit the reading of hot wire emitter is equal to عايز الاي. طب ابص على الرسمه بعد اذنك. طبعا هو هنا مديني الاي ام اف، بس خلي بالك الرقم اللي قبل الساين ده بيكون اي ام اف ايه؟ ماكسيموم، وانا بشتغل بالافكتيف لازم احوله، ما تنساش. بصيت لقيت الاكس ال ب 10 والاكس سي ب 10، اوبا يبقى انت ات ريزونانس. الله، ات ريزونانس. يبقى الاي بتساوي في على مش زد، لا على ار، ما الريزونانس زد هي الار بس خلاص. الفي بشتغل بالافكتيف مش بالماكسيموم، يعني 150 في ساين 45 عشان اجيب الافكتيف. اوكي، لازم ده افكتيف يا رجاله. شابتر 4 كله افكتيف. على الار بكام بقى؟ 20 و10 يعني كله 30. تطلع لك كام؟ تطلع لك 3.54. قشطه. اللي بعده بيقول لك عندك اندكتيف كويلز كتير زي ما انت شايف. الاندكتيف رياكتنس بتاعت الواحده ب 4 اوم. which of the following figures الايكوفالنت رياكتنس ب 4 اوم. طبعا يا جماعه ده 4 وده 4 وده 4 وده 4. في البارل الار توتال اقل من اقل واحده، يعني هي التوتال اقل من 4 من غير ما احسب، هستبعدها. هنا الاربعه سيريس مع حاجات، يبقى اكيد الار توتال اكبر من 4، استبعدها. عايز تحسبهم احسبهم. هنا 4 بارل مع 4 بارل مع 4 بارل مع 4، يعني 4 اوفر 4 ده ب 1 اساسا، استبعدها. هنا بقى اكيد ما فيش غير دي بالاستبعاد، يعني عايز احل ده 4 وده 4 وده 4 وده 4. 4 و4 8، 4 و4 8، 8 بارل مع 8 4. تشويس دي. ماشي. بيقول لك ان اوميك ريزيستنس اوف 8 اوم، عندك ريزيستنس ب 8 اوم وز كونكتد اندكتور. الاندكتيف رياكتنس ب 14 والكاباسيتيف رياكتنس ب 8. عايز يعني عايز الزد، مش تعويض مباشر برضه. روت ار سكوير بلس اكس ال ماينس اكس سي اول سكوير، يبقى روت الار بكام؟ ب 8 بلس الاكس ال ب 14 ماينس الاكس سي ب 8 اول سكوير. ما فيهاش اي حاجه، تطلع 10 اوم اصلا. ده سؤال عبيط يعني. 10 اوم. ماشي. بيقول لك if the potential difference of V is used in electron microscope. وقف. electron microscope يبقى انت قوانين دي برولي. اخر حته في شابتر 8 مهمه جدا. To examine a virus of size X. السايز بتاع الفيروس X. To examine a virus of size X over 4. X over 4 الرجاله. البوتنشال ديفرنس بكام؟ من اهم الريليشنز اللي جت في امتحان التجريبي كتير جدا وفي غايه الاهميه، وبقول لك عليها من اول السنه. علاقه الويفلنس بالبوتنشال ديفرنس في الالكترون مايكروسكوب او في دي برولي. لامدا 1 على لامدا 2 ايكوال روت في 2 على روت في 1. علاقه الويفلنس بالبوتنشال ديفرنس في دي برولي مهمه جدا. الويفلنس يا رجاله، الويفلنس ده اللي هو مين؟ الفيروس دايمنشنز او الاتوميك ديستنس. ليه؟ لان اقصى حاجه الويفلنس بتاع الالكترون عشان الالكترون يدخل جوه الفيروس ويتعمق جواه لازم يكون اقل من او يساوي الاتوميك ديستنس او الفيروس دايمنشنز. يعني اقصى حاجه ممكن الويفلنس يوصل لها انه يبقى قد الاتوميك ديستنس، ولذلك لما هو ده الاتوميك ديستنس او السايز انا اعتبرت الويفلنس عادي لانه ما ينفعش يبقى اكبر من كده، هي دي اقصى حاجه. اوكي، لانه لو الويفلنس بتاع الجسم اكبر من الاتوميك ديستنس مش هيدخل يا ماشي. الويفلنس الاولاني اللي هو السايز الاولاني ب 1 والثاني ب 1 اوفر 4 روت في 2 انت عايزه اصلا على روت في 1 ب 1. قال لك في بس خلاص. هات الفيديو تطلع كام؟ 16 صح؟ ايوه 16. اللي بعده بيقول لك in the line spectrum in hydrogen atom the ratio between the shortest wavelength bracket و shortest wavelength. طب خلاص انا عايز shortest wavelength في براكت على shortest wavelength في باشن. خلي بالك الويفلنس والانرجي انفرس. اوعى في شابتر 6 تفكر الويفلنس، فكر بالانرجي. يبقى انا عايز اقل ويفلنس، لا يبقى انا عايز اعلى انرجي في باشن
على اعلى انرجي في براكت. حلو. باشن ده ليفل كام؟ ليمان بالمر باشن ليفل 3. اعلى انرجي واصله ل 3 جاله من انفينيتي، يبقى انرجي انفينيتي ماينس انرجي 3. براكت ليفل 4 انا عايز اقلل فلنس، يبقى اعلى انرجي ال 4 جاي له من انفينيتي، يبقى انرجي انفينيتي ماينس انرجي 4. عوض. انرجي الانفينيتي دايما بزيرو، يبقى كل ده ايكوال كام بقى؟ يلا ايكوال 0 ماينس نيجاتيف 13.6 على 3 سكوير على 0 ماينس نيجاتيف 13.6 على 4 سكوير. عايز بقى تطير الثوابت دي تمام وتعمل وخلاص. 1 على 9 على 1 على 16 فتطلع لك كام على كام؟ 16 اوفر 9. ماشي، عايز تكتبهم كلهم برضه براحتك. اللي بعده يا رجاله الاساي. يلا بيقول لك AC dynamo produces an effective كذا. find the average electromotive force during 1/6 cycle والراجل بادئ بربنديكولار وده الوضع الطبيعي لبدايه الحركه. طب يلا الاي اف افريج يا رجاله كنا احنا قايلين لها قانون، يا رب تبقى حافظه عشان مش كاتبين مفاهيم، ان ملتبلاي ام اف ماكسيموم على 2 باي ملتبلاي ساين ثيتا 1 ماينس ساين ثيتا 2. ساين ثيتا 1 ماينس ساين ثيتا 2 يا رجاله. ماشي، تعال نعوض. يبقى الام اف افريج بتساوي الان مقلوب الريشيو بتاعت السايكل، قال لك 1/6 يبقى 6. ام اف ماكسيموم والله هم اتنين الافكتيف، خلاص انا عارف، ممكن ننزل سنه كده، انا عارف ان الام اف افكتيف ايكوال ام اف ماكسيموم في ساين 45. عوض الام اف افكتيف بكام؟ حط دي بكام؟ حط لي دي ب 314 روت 2. هات الام اف ماكسيموم تطلع لك 628 على 2 باي، ده رقم ملتبلاي ساين سيتا 1 ماينس ساين سيتا 2. خلي بالك ساين سيتا 1، سيتا 1 هي الانجل بدايه الحركه، سيتا 2 هي سيتا 1 زائد الروتيشن، يبقى سيتا 1 هي انجل بدايه الحركه لكن سيتا 2 هي سيتا 1 زائد الروتيشن. طب خلاص هو بادئ بربنديكولار. خلي بالك ان انا في الدينامو عكس المنطق، باخد الانجل من البي والنورمال على الكويل في الدينامو كله ما عدا الافريج، اوعى تنسى الافريج انجلز عاديه. يبقى هو بادئ بربنديكولار يبقى ساين 90 ماينس ساين لف 1/6 سايكل صح؟ يعني كام ديجري دي؟ 1/6 ملتبلاي 360 تطلع كام؟ 36. يبقى سيتا 2 سيتا 1 زائد الروتيشن يعني 90 زائد 36 يعني 126. بس خلاص حط الكلام ده على الآلة يا وحش. يبقى 6 ملتبلاي 628 على 2 باي ملتبلاي ساين 90 ماينس ساين 126 طلعت لك 114.53 فولت. كلام جميل. السؤال اللي بعده سؤال ترانزستور. عايز ايه؟ عايز الاي اميتر. طب خلاص انا طالما معايا الفي سي سي والفي سي اي والكلام ده اعوض على طول. في سي سي ايكوال اي سي ار سي بلس في سي اي. حلو. الفي سي سي بكام؟ ب 3. الاي سي عايزينها. الار سي 400. الفي سي اي ب 1. هات الاي سي بعد اذنك. 2 على 4 ب 1/200 امبير. هو عايز الاي اميتر. طب ما انت عارف ان الاي اميتر ايكوال اي اميتر ايكوال اي بيز بلس اي كولكتور. انا مدي لك الاي بيز بكام؟ الاي بيز 20 مايكرو امبير يعني 20 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6. الاي كولكتور انت لسه حاسبه 1/200. طلع الناتج. يبقى اذا 20 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6 بلس 1/200 طلعت لك 5.02 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 امبير. وده كده الاي اميتر. كلام جميل جدا جدا جدا. واحنا كده يا رجاله الحمد لله والشكر لله خلصنا حل موديل 10 في الامتحانات الاسترشاديه، ويا رب الناس تكون استفادت، وان شاء الله مع بعض لحد ليالي الامتحان. ربنا يوفقنا جميعا. السلام عليكم.